اليوم مش رايحين نحكيو على جن ولا على دار مسكونة. اليوم راح نحكي لكم على واحد الوحش، وحش حقيقي. كان عنده كلش: دراهم، سلطة، صحاب كبار بزاف وفي مناصب مرموقة. بصح كان عنده أسرار مخيفة. حكايتنا اليوم تبدأ بنهاية 10 أوت 2019 في واحد الزنزانة تاع الحبس عالي ومشدد الحراسة في نيويورك. لقاو الرجل الأكثر مراقبة في أمريكا، ميت، معلق، مشنوق. رسميا قالوا انتحار، بصح حتى واحد ما آمنها. علاش؟ خطر هذاك الراجل جيفري أبستين كان عنده مفاتيح فضيحة عالمية. كان يعرف كلش على الناس كبار بزاف. والقصة ما خلصتش هنا. في بداية 2026 خرجوا دوسيات جدد، ملايين الأوراق، آلاف الفيديوهات. الحقيقة بدأت تخرج من الظلام. شكون هو جيفري أبستين؟ هذا هو السؤال الأول. زاد في 1953 في بروكلين. باباه كان جاردنر، يعني يخدم في الجنان، زوالي. ما كملش حتى الجامعة تاعو. في السبعينيات بدأ كيما أستاذ رياضيات في مدرسة خاصة وشيك في نيويورك. بصح فهم بلي بلاصتو ماشي قدام السبورة، بلاصتو وين كاين دراهم. دخل البنك بير ستيرنز، ومن تما طلع كيما الصاروخ. بصح كاينة حاجة غريبة، حتى واحد ما عرف منين جاب هاد الدراهم كامل. كان عايش حياة ولا في الأحلام. أكبر قصر خاص في نيويورك، 7 طوابق، رانش في نيو مكسيكو، دار في باغي، وبالطبع هذيك الجزيرة. يقولوا كان عبقري في الدراهم، بصح بزاف يقولوا كانت غير فساد، كانت غير واجهة. كان نصاب. أسكو كان مبتز؟ ولا أخطر من هذا، أسكو كان جاسوس؟ دار علاقات مع ناس كبار. ليزلي ويكسنر مول شركة فيكتوريا سيكريت عطاه دراهمه كامل يسيرهم. إبستين ولا الرجل اللي لازم تكون معاه، هو اللي يدير السهرات، وهو اللي يعرف الناس الكبار ببعضها، وهو اللي يقرب الناس الكبار. نحضروا شوية على هذه الجزيرة، جاية في الكاريبي، ليتل سانت جيمس. الناس كانت تسميها جزيرة البيدو، سمحوا لي ما قدرش نقول الكلمة، وهما يعني الناس الكبار اللي يطمعوا في الدراري الصغار. بلاصة شابة، بحر أزرق، نخيل. بصح مور هاد الجمال كامل كان كاين نظام مرعب. فوق الجزيرة إبستين بنى معبد غريب، عنده قبة ذهبية. حتى واحد ما على بالو واش كان يصرى لداخل. بصح كاين إشاعات على طقوس وحوايج تصرى في الخفاء. كانت مملكته تامة، ما كاش قانون. وشكون كان يروح لهذه الجزيرة؟ هنا تبدأ الحكاية وتولي تخوف. إبستين كان عنده دفتر الأسود، لقاو فيه أسماء تخلي العالم يهتز. الأمير أندرو ولد ملكة بريطانيا. في ملفات 2026 خرجت تفاصيل مخزية، صور وحكاية طفلة روسية حبوا يطيحوا بها. بيل كلينتون الرئيس الأمريكي السابق سافر بزاف مرات في طيارة إبستين الخاصة اللي كانوا يسميوها لوليتا إكسبريس. ديجا حتى اسم لوليتا هذا وعنده حكاية تاني. نلقاو تاني علماء كيما ستيفن هوكينغ، نجوم كيما مايكل جاكسون، أساميهم مذكورة في الملفات حتى ولو ما كان حتى اتهام مباشر ضدهم. بصح إبستين ما كانش وحده، كان عنده ضلو غيسلين ماكسويل، امرأة في الطبقة الراقية البريطانية، بنت ملياردير تاع الصحافة اللي مات هو تاني في البحر. بس هذه حكاية أخرى. غيسلين ما كانتش ضحية، كانت هي الصيادة، هي اللي كانت تجيب له بنات صغار. كانت تقول لهم أرواحي راح تخدمي مع راجل مهم يخلص لك قرايتك، وهذا مكان إن لا فخ. الحاجة اللي تقلق ماشي غير الجريمة، بصح الحماية اللي كانت عنده.
في 2005 شرطة فلوريدا بدأت تسمع شكاوي طفلة جي تحضر، ومن بعدها عشرات الأدلة جمعت. فتشوا دارو، لقاو الصور، لقاو أسماء، كان عندهم كلش باش يديه للحبس مدى الحياة. بصح واش صرا في 2008؟ والو. إبستين دار اتفاق سري مع النيابة، صفقة القرن. في عوض ما يدخل الحبس المؤبد عطاوه 18 شهر فقط. نزيد لكم، يخرج 6 أيام في الأسبوع يخدم في المكتب تاعو، و13 شهر عطلة في حبس خاص. علاه؟ كيفاش راجل دار هاد الشي كامل يخرج منها هكا؟ كاين مام طفلة في عمرها 13 سنة اتهمت واحد الشخصية كبيرة في الأمريكا دوكا، نخليكم انتم تعرفوا شكون، يعني الشخصية الأولى في أمريكا. اتهمت أنه اعتدى عليها هو وناس واحد أخرين، يعني ناس كبار واحد أخرين، وأنها حملت، وبعد الحمل بقاو يتعداو عليها. داوها لواحد اليوت تما ولدت، وقالت باللي رماو البيبي تاعها في البحر. يعني أشياء رهيبة. كيفاش راجل دار هاد الشي كامل يخرج من هاك الشعر من العجين؟ المدعي العام في ذاك الوقت ألكسندر أكوستا قال جملة جمة الدم. قالوا لي باللي هذا الراجل تاع الاستخبارات ولازم نخليه يروح. استخبارات؟ CIA؟ موساد؟ اسكو كان عميل يخدم ابتزاز الكبار؟ هذه النظرية تبان منطقية. كان عنده فيديوهات، كان شاد عليهم كامل. فاتوا سنوات، إبستين كمل حياته في رفاهية تامة، حسب روحه ما يطيحش. بصح في 2019 كلش تبدل. الصحافة وحركة ميتو، يعني أنا أيضا، قلبوا الطابلة عليه. في جويليا 2019 رجع من باريس بطائرة خاصة، كانوا يستنوا فيه في المطار FBI. هاد المرة خلاص كلش. فتحوا الخزنة تاعو في نيويورك، لقاو أقراص، ديسكات صلبة، ألماس، جوازات سفر بصورته بصح بأسماء أخرى. كان يوجد للهروب. دخلوه الحبس متروبوليتان كوركشنال سنتر، داروه تحت مراقبة الانتحار. بصح بدأت تصرى حوايج غريبة. 23 جويليا لقاوه مخنوق شوية، قال لهم صاحبي في الزنزانة حب يقتلني، يعني ما ماتش. ومن بعدها جت ليلة 10 أوت 2019، ليلة الألغاز. صاحبه في الزنزانة حولوه لزنزانة أخرى. الحراس اللي لازم يراقبوه كل 30 دقيقة رقدوه. الكاميرات قدام الزنزانة تعطلت غير في هذاك الوقت. هل هو خطأ تقني؟ الصباح لقاو جيفري أبستين ميت، معلق بحبل. التشريح لقى كسر في عظمة الرقبة، يقولوا له العظم اللامي. هذا كسر نادر في الانتحار، بصح شائع جدا في الخنق. العالم كامل قال قتل، بصح إبستين didn't kill himself، يعني ما قتلش روحه. شكون عنده مصلحة يسكتوه؟ الليستة طويلة. ملوك، بعضهم حتى في بلدان عربية إسلامية، رؤساء، مدراء شركات كبرى. لو كان هدر كان يطيح نصف نخبة العالم. إبستين مات، بصح الأدلة بقات. في جانفي 2024 خرجت الدفعة الأولى من الوثائق، والأسماء بانت. شفنا شحال كانت هذه الأسماء كبيرة، كانت شبكة كبيرة جدا. في جانفي 2026 الضربة الكبيرة، دفعة جديدة، ملايين الأوراق. عرفنا بلي FBI كانوا عارفين من بكري. أكثر من 2000 فيديو محجوز، فيديوهات مراقبة، ابتزاز، الوثائق الجدد. وراو كيفاش الأمير أندرو كان غارق، وراو كيفاش إبستين كان يناور حتى آخر لحظة، وطلب من سارة فيرغسون تعاونوا مع الصحافة. بصح السؤال اللي حير، علاش حتى واحد آخر ما دخلش الحبس؟ غيسلين ماكسويل عطاوها 20 سنة صح، بصح الزبائن، الرجال الكبار، الرؤساء، سياسيون، حتى اليوم
والو، صمت مخزي لجرائم مخزية. هذه كانت حكايتنا اليوم، ماشي غير خبر عابر وماشي خيالي، بالأدلة. كاين عالم مخبي فيه ناس فوق القانون. إبستين بنى فخ مثالي، شبكة ذهبية لاصطياد أسرار الكبار. مات ولا قتلوه قبل ما يحضر كلش ويفضح كلش. بصح الفيديوهات لازم تكون مخبية في مكان ما، والملفات ما زالت موجودة، بعضها راهو يسرب. ونقدر نقول لكم باللي ماشي ذكاء اصطناعي، هي صور وفيديوهات حقيقية تقشعر لها الأبدان وما تقدرش تشوفها لو كان وحدك. قولوا لي في التعليقات واش رايكم، إبستين صح انتحر ولا صفاو له حسابه باش يحميوا أسرار الدولة؟ والأهم، أذكره جاي نهار نعرفوا الحقيقة الكاملة. ما تنساوش اشتراك، إعجاب، ونتلاقاو قريبا في حكايات جديدة. صدقوني كي ديروا لي كومنتير وإعجاب واشتراك، هذا يزيد يشجعني باش نزيد ندير لكم حكايات مخيفة على هكذا. قبل ما نختم حبيت نقول حاجة بالإنجليزية باش يفهموني العالم قاع، ومن بعد نترجمها لكم. Algerians, you should be proud of being an Algerian because no Algerian name was mentioned on this dirty list. يعني ما جبدوا اسم حتى جزائري، وحتى جزائري ما كان مشارك في هذه الفضيحة المخزية. سلام.